كده ما شاء الله كباب الحلة معانا استوى. بصي زبدة كده ما شاء الله. بصي دايبة مع طبق كاتشب كده سريع. جربيها بقى بالطريقة دي ان شاء الله وهتعجبك. يلا ندخل بقى في الفيديو ونشوف عملنا الكلام الحلو ده ازاي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. قبل ما نبدأ في الفيديو نقول لحبايبنا اشتركوا في القناة واعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل ان شاء الله النهاردة كده طبق كباب حلة، نسميها بقى ليها كذا اسم. كباب حلة، لحمة بالبصل، لحمة الطباخ، زي ما نسميها ليها كذا اسم. بيكون طعمها جميل قوي، بتمشي مع عيش او رز، وسهلة خالص ومش مكلفة وكلها في حلة واحدة. يلا نسمي بسم الله. بشكر حبايبي بقى اللي بيبعتولي تعليقات حلوة والمشتركين الجداد، بشكرهم وبقول لهم نورتوني. كلنا بنشجع بعض وكلكم شاطرين ما شاء الله عليكم، بس بناخد افكار حلوة من بعض وبنشجع بعض بيها. معلش بقى صوتي عندي نزلة برد كده. معايا هنا بقى اللحمة كده غسلها كويس ومقطعاها، هنقطعها بقى كده قطع صغيرة. هنقطعها بقى بالطريقة دي، الطريقة اللي تناسبك تقطعيها بيها. ممكن مكعبات صغيرة زي ما انت حابة، ممكن كل واحد من افراد اسرتك قطعة كده، بس انا بقطعها كده عشان ايه ما تاخدش سوا كتير، ويكون فيها نسبة دهن كده حلوة بتخليها طعمها جميل وبتعمل صوص حلو مع الخضار بتاعنا. جربيها بالطريقة دي ان شاء الله وهتعجبك. بصي قطعة الدهن دي بقى بتخليها زبدة كده. دايما اللحمة اللي انا بعملها دي بتتعمل كده في المناسبات الافراح، بتبقى جميلة كده. نسميها تورلي، بنسميها لحمة بالبصل، كباب حلة. معايا بقى هنا 3 بصلات كده وسط، هنقطعهم شرايح خفيفة زي ما انت شايفاها كده. ومعايا فلفل الوان، فلفل بارد وفلفل حراق، و4 فصوص توم وطماطمايه. هنقطع بقى كل الخضار الجميل ده على بعضه كده. وضيف الفلفل الالوان لو موجود عندك بقى على اي اكل، فيه فيتامين حلو للاطفال كمان. ضيفيه على السلطات وعلى الاكل كله، بيدي طعم حلو وفايدته عالية جدا. يلا اعملي لايك للفيديو بقى، حط لايك حلو من ايدك الحلوة دي. معايا بقى الفلفلاية الحمرا دي، بص قلبها ما شاء الله فاضي وحلو ازاي. يلا بقى من لحمة العيد هنعمل بقى اشكال والوان كده جميلة من اللحوم ومن الاكلات. لو بقى عندك حتى لو نص كيلو هتعملي بيه وجبة حلوة للغدا، او هتمشي معاكي لاي وجبة عندك. اي كمية بسيطة هتكفي ان شاء الله. هنحط بقى الحلة معايا على النار كده، انا حطيتها عشان وطيت عليها خالص عشان ايه تسخن شوية، وندي صدمة بسيطة للحمة مش كتير، مش عاوزاها تنزل المية بتاعتها كلها. انا عاوزاها بس كده تاخد صدمة عشان هنزل بالخضار عليها، كده كده هينزل مية معايا. بس الفلفل ده حراق، انا خدت منه كده ايه حتة صغيرة عشان الاكل ما يبقاش حراق جامد. طماطمية بقى هنقطعها كده ايه طويلة كده عشان ما تتهريش معايا في الخضار.
الحلة سخنت معايا على النار، هنزل باللحمة اديها صدمة بس. تشويحة بسيطة كده مش كتير قوي. هنزل بقى عليها بالخضار اللي انا عملته ده. هنزل بقى بالبصل، الفلفل اللي قطعناه والطماطم. بص الالوانات الجميلة الحلوة دي، كله مشكل كده على بعضه. حد البهارات بقى هسيبها تعيش مع نفسها بقى كده عشان تبقى مستوية وحلوة. لازم تعمليها على نار هادية خالص. نص معلقة ملح، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، وربع معلقة 7 بهارات. لو عندك بشرة جوز الطيب بسيطة كده مش كتير قوي ضيفيها، تدي فيها ريحة تحفة خالص. هرفع كل الكلام ده بقى مع بعضه كده. هديها كوباية مية عشان اللحمة تستوي معايا. الخضار هينزل مية اكيد، بس هي تاخد سوا بقى كتير. كوباية المية دي بقى هتخليها طرية وخالص وجميلة. معلقة زيت واحدة كده، وهدي النار عليها بقى وهسيبها. هتلاقيها بقى كده فتحت وبقت جميلة مع نفسها. قلبي بقى الخضار كده باللحمة حلو. بصي ما شاء الله كده استوت معايا وبقت جميلة ازاي. بصي الصوص بتاعنا مهديه خالص عليها النار. بصي الحلة بقى كانت مليانة خضار لفوق. بصي بقت يا دوب اللحمة كده ودايبة بقى ما شاء الله. اهم حاجة تهدي النار عليها.